فأشار بايدن بيده تجاه غزة وقال كما قال فرعون: إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا على استئصالهم لعازمون. فقال الحكام: هم كذلك يا مولانا، اعمل ما تراه فنحن لهم مبغضون ولأعمالهم كارهون ورب موسى وهارون إنا لصادقون. فقال نتنياهو كما قال سحرة فرعون بعزة بايدن: إنا لنحن الغالبون ول7 أكتوبر لثائرون. فصح حكام المنطقة: يا أهل غزة اللطيمة إنا لكم لناصحون، فلا طاقة لكم اليوم ببايدن وجنوده وإنكم لمدركون وإنهم لكم لقاصفون وعلى إبادتكم مجتمعون، فأخرجوا المقاومة من بينكم إنهم أناس يتحررون وللأقصى مطالبون. فقالت غزة: وما أدراك ما غزة؟ قالت بلسان اليقين ومنطق الحق المبين: كلا أيها المرجفون إن معي ربي سيهدين وإنا بعون الله لمنتصرون ولكنكم قوم تجهلون والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالله أقوى من هدير سلاحهم، أنعم برب العالمين وكيلا، وسيعلم الباغي مغبة مكره ولسوف يعلم من أضل سبيلا. شكرا غزة، لأنك أذليت جيشا قالوا لنا عنه أنه لا يهزم. لقد هدمت صنما من خوف نحتوه في قلوبنا بإتقان، فرأينا أن هذا الجيش نمر من ورق يقتل ويؤسر. شكرا لكتائب العز فيك، أعادت إلينا أمجاد الأبطال الأوائل. شكرا للقلة المؤمنة تذكرنا بدرا، وللنفير رغم القرح يذكرنا حمراء الأسد، وللقتال من مسافة صفر تذكرنا يوم اليمامة، وللشهادة تذكرنا بيعة عكرمة على الموت في اليرموك، وللثبات يذكرنا الصحابة يوم القادسية. شكرا غزة، تشرحي لنا سورة الأنفال على طريقتك، فعرفنا أن ترتيل الآيات شيء والعمل بها شيء آخر. شكرا لأطفالك، ما كنا نعرف قبل اليوم أن الصغار يمكن أن يصبحوا رجالا قبل أوانهم، وأن السيوف